يا صباح الاستمورنينج القمر. كان يا مكان كان في انسان عنده الامكانيات دي كان بيعمل بيها اكتر ما في الامكان، وفي وقت ما الانسان ده تعب وانهار وحس ان هو بيدي حاجه اكبر بكتير من قدراته، وكان اللي حواليه بيخففوا عليه بان هم يدوله الحاجه اللي تناسب اكتر من قدراته بشويه صغيره عشان يحسسوه ان هو كده ما بيعملش مجهود كبير ويحسسوه ان هم بيتفضلوا عليه. فدي قصه حقيقيه لناس كتير بتعمل اقصى ما في عندها واقصى مجهود تقدر عليه عشان ترضي حد، عشان تحافظ على مكانه، علشان تدي شغل، والناس دي بتوصل لمرحله انها بتستنزف وبتتحرق وبتنهار، وعلشان اللي حواليهم يلحقوهم فبيدوهم حاجات اكبر من امكانياتهم برضه بس اقل شويه عشان نحسسهم قد ايه احنا عايزين نريحكم، قد ايه احنا عايزين نبسطكم، قد ايه احنا عايزين نعمل لكم اكتر حاجه نقدر عليها. بس في الواقع هيفضل الانسان اللي بيستنزف ده برضه بيفضل يستنزف. ليه؟ لانه شايل كتير من اللي المفروض يشيله، لانه بيعمل حاجات اكبر بكتير من الامكانيات اللي هو يقدر يعملها، ولمجرد ان هو حس ان في ناس بتخفف عليه هو حس انه الناس بتحبني فخلاص خليني اكمل. بس فوق للعبه دي علشان دي لعبه نفسيه خطيره، وهي ان اللي قدامك يديك واجبات اكتر بكتيره من المفروضه عليك، وعلشان يحسسك ان هو بيحبك يشيل جزء من الواجبات دي علشان يقولك انا حاسس بيك، وانت فعلا يوصلك احساس الحب ده بالجزء اللي اتشال. بس الواقع والحقيقي ان انت المفروض تتشال عليك اكتر بكتير من اللي اتشال. فانت بيتلعب عليك لعبه، سواء اللعبه دي علشان تفضل في المكانه دي، سواء اللعبه دي علشان تفضل محافظ على العلاقه دي. المهم يعني انك طول ما انت حاسس ان انت مستنزف ومستهلك وحاسس ان انت تعبان في كل حاجه بتديها، هنا انت لازم تقف مع نفسك وقفه يا بطل وتسال نفسك انا بدي كتير قوي وبدات احس ان انا مستنزف وبتحرق، انا كده بدي اكتر من المفروض ولا بدي المفروض؟ وراجع تاني حساباتك وراجع تاني امكانياتك وابدا حط حدود، علشان الحدود دي هي اللي هتحافظ بيها على صحتك، هتحافظ بيها على قدراتك، هتحافظ بيها على طاقتك المستنزفه. وخد بالك وانت بتعمل حدود وانت بتحاول تحافظ على طاقتك المستنفذه دي هتتشاف وحش قوي وهتتشاف اناني قوي وهتتشاف سيء قوي. فانت تقبل ده عادي، انا سيء انا وحش، بس المهم اولوياتك، ومن ضمن اولوياتك صحتك، من ضمن اولوياتك حياتك، من ضمن اولوياتك استمتاعك اصلا بالحياه. انت مش موجود في الدنيا دي عشان تفضل طول الوقت تجري فيها وتحرق فيها، انت برضو موجود تستمتع، موجود تجرب، موجود تعيش، موجود تحس ان انت على قيد الحياه. فبلاش تخلي حد يحرمك من الحق ده تحت اي مسمى وتحت اي شكل. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها شير وشاركوني بتعليقاتكم، واشوفكم في استمورنينج جديد. وبس كده، شكرا.